بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد الدرس السادس في الوحدة الكام الستة. اسم الدرس ايه؟ اسم الدرس العلاقة بين العوامل والمضاعفات. خدنا درس على إيجاد العوامل ودرسين على إيجاد المضاعفات. طب العلاقة بينهم ايه؟ تعال نشوف. نبدأ بمثال صغير يفهمني الفرق. أنا لما أقول لولد 3 في 5 بكام؟ يقول لي 15. اقول له التلاتة دي بس تعتبر ايه؟ يقول لي تعتبر عامل. مين عوامل باباها؟ مين باباها؟ ال15. يبقى دي اسمها عامل. طب لو اتكلمت على الخمسة نفس الكلام. الخمسة تعتبر عامل. مين عوامل باباها؟ 15. يبقى الولدين او الاختين الحلوين هناء وشيرين، التلاتة والخمسة، ده عامل وده عامل. طب لو اتكلمت على الإجابة باباهم يعتبر إيه؟ مضاعف يا ولاد. مضاعف لمين؟ لأولاده التلاتة والخمسة. فهمتك يا مستر؟ يبقى ده اسمه عامل وده اسمه عامل، والإجابة الأب اسمه مضاعف. تمام. طب تعالى فرق بين سؤالين خدناهم قبل كده. لو بقول لولد تعرف تجيب لي عوامل التمانية؟ قال لي سهلة. عوامل التمانية يا مستر حامد يعني ضربيات التمانية، ونعملهم بالترتيب. 1 في 8 ب8، و2 في 4 ب8. يبقى مستر حامد بيقول لك عوامل معناها ايه؟ حواصل الضرب، يعني كم في كم يدينا العدد. طب بالنسبة للمضاعف بتاع التلاتة، مضاعفات العدد تلاتة يعني تكرارات التلاتة من أول الزيرو. الزيرو تلاتة زود تلاتة 6 9 12. يبقى قفزات ولا مش قفزات؟ قفزات متتالية، كل قفزة بتلاتة. يبقى اللي فيها قفزات ده المضاعفات، واللي فيها حواصل الضرب دي العوامل. طب سؤال مهم، مين العامل المشترك لكل الأعداد؟ الواحد الصحيح. طب مين المضاعف المشترك لكل الأعداد؟ الصفر يا ولاد. دي شريحة تمهيدية تبين لي الفرق بين العوامل والمضاعفات. تعالى ناخد شريحة أجمل. الراجل جايب لي كم عدد؟ 3 أعداد، التلاتة والستة وال12. طيب نمسك نفر نفر نتكلم عنه. لو بتكلم على العدد 3 بالنسبة لإخواته، بتكلم على التلاتة بالنسبة للستة وبالنسبة لل12. تقوم التلاتة لو لها لسان تقول ايه؟ انا عامل من عوامل الستة، لان 2 في 3 ب6 او لا. تمام. والتلاتة برضو تقول ايه؟ انا عامل من عوامل ال12، لان 3 في 4 ب12. تمام. يبقى التلاتة دي بتشتغل ايه؟ عامل من عوامل العددين، لان الستة بتقبل الاسم عليها وال12 تقبل الاسم عليها. طب لو جينا النهاردة نتكلم على الستة تقول ايه؟ تقول انا بالنسبة لل12 ابني من ابنائها، انا عامل من عوامل ال12. طب لو الستة بالنسبة للتلاتة تقول لا، ده أنا قد جدها، أنا مضاعف للتلاتة لأن أكبر منها وأقبل الاسم عليها. حد خد باله؟ الستة بالنسبة للتلاتة تبقى مغرورة، تقول أنا أقبل الاسم عليها، أنا مضاعف ليها. طب الستة بالنسبة لل12، الستة تقول لل12 يا طنط، يبقى عامل من عوامل ال12 لان ال12 اكبر منها. طيب كلمنا على الثلاثه مره واتكلمنا على السته مره، تعال نتكلم على ال12. تقوم ال12 بقى بقمه الغرور تقول اياك حد منهم يفتح بقه. ليه يا 12؟ تقول انا اكبر من الثلاثه واكبر من السته، ومش اكبر وبس، ده انا بقبل الاسم على السته يعني مضاعف ليها، وبقبل الاسم على التلاتة يعني مضاعف ليها. يبقى ال12 دي الفتوة، ال12 دي الزعيم، ال12 دي بتقبل على التلاتة وتقبل على الستة، يبقى هي المضاعف للاتنين. شفت الفرق؟ شفت الفرق بين المعنيين؟ على لي سؤال جميل. الراجل جاب لي 6، ماله العدد 6؟ قال لي مرة تجيب لي عوامله ومرة تجيب لي مضاعفاته. أقول له مستر حامد قال كلمة عوامله يعني الضربيات. 1 في 6 ب6، و2 في 3 ب6. طب مضاعفاته يعني قفزاته وتكراراته.
الزيرو وبعدين الستة وكمان ستة 12 وكمان ستة 18 ومكملين. يلا يا لانا ناخد الخمسة. عايز عوامل الخمسة، أقول له الخمسة يتيمة. الخمسة ده عدد أولي، طالما أولي يبقى ملوش غير واحد في خمسة بخمسة. طب عايز مضاعفاته، الزيرو، الخمسة يا ملك، وكمان خمسة 10 وكمان خمسة 15 إلى ما لا نهاية. السؤال اللي بعده أجمل، جاب لي الفكة وعايز العدد نفسه. نقوم نجيب العدد إزاي؟ أقول له استنى 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 استنى. 1 في 12 ب 12، 2 في 6 ب 12، 3 في 4 ب 12. يبقى العدد كام يا ولاد؟ يبقى العدد 12 اللي الراجل بيسأل عليه. شفت المستر جابها ازاي؟ الأول مع الأخير. أوكي. طب أنا خلاص جبت عوامله أهي. ازاي نجيب مضاعفاته؟ الزيرو وبعدين العدد نفسه، واضرب في 2 ب 24، اضرب 12 في 3 ب 36 وهكذا. طيب العدد مش موجود يا مستر، ولكن المضاعفات موجودة، 0 10 20 30. يبقى نعرف العدد ازاي يا جماعة؟ عايز تعرف العدد؟ اللي بعد الزيرو كام؟ بعد الزيرو 10، يبقى العدد اللي شغالين عليه 10 يا جماعة. طب 10 جبنا مضاعفاته 0 10 20 30 إلى ما لا نهاية. طب عايز عوامل العشرة، كلمة عوامل يعني حواصل الضرب. 1 في 10 ب10، أوكي، و2 في 5 ب10. شفت الجمال؟ طب التمانية عايز العوامل يعني حواصل الضرب يا ملك. 1 في 8 ب8، و2 في 5، و2 في كام يا عائشة؟ و2 في 4 ب8. طيب عايز مضاعفاته، يبقى الزيرو وبعدين العدد نفسه وبعدين تكراراته. 8 في 2 ب 16، 8 في 3 ب 24 وهكذا. طيب هنا عايز العدد واللي موجود عوامله. نعمل ايه؟ الأول مع الأخير، ده في حالة الكتابة بترتيب. 1 في 20 ب20، 2 في 10 ب20، و4 في 5 ب20. امسك حرامي، يبقى العدد 20. طب عايز مضاعفاته، الزيرو يا لانا وبعدين العدد نفسه 20، وكل مرة نزود 20، 20 40 60 80 وهكذا. شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوة؟ يا رب تكون سهلة. تعال نشوف لي سؤال صح وغلط. يلا حبايبي في الأولى جاوب معايا. العدد 3 ابن من أبناء ال15؟ أقول له الإجابة صحيحة. التلاتة عامل من عوامل ال15 عشان 3 في 5 ب15. اللي بعده العدد 10 يبقى مضاعف للعدد 4. كلمة مضاعف يعني العشرة تنفع تتقسم على الأربعة. أقول له غلط، مفيش في جدول الضرب 4 في حاجة ب10. العدد 16 ينفع يبقى مضاعف لل8؟ أقول له أيوة، والدليل 2 في 8 ب16. العدد 8 أحد مضاعفات العدد 4، يعني يقبل الاسم على الأربعة. أقول له تمام. وأحد عوامل العدد 16 يعني ابن من أبناء ال16. أقول له صح، مضاعفات الأربعة لأنه يقبل عليها، ابن من أبناء ال16 لأن 8 في 2 ب16. ده سؤال مزدوج مركب. العدد 10 يبقى ينفع يبقى مضاعف للخمسة. أقول له تمام، لأن 5 في 2 ب10. والعدد 10 ابن من أبناء ال25. أقول له غلط، الجزء الأولاني ده صح، الجزء الثاني غلط، لأن مفيش 10 في حاجة بكام؟ ب25. السؤال اللي بعده اختر العدد مين من مضاعفات العدد 6. من مضاعفات ال6 يعني اللي اختاره يقبل الاسم على 6. الواحد أصغر منها، ال12 تقبل، ال16 ما بتقبلش، ال28 ما بتقبلش. يبقى الإجابة الصحيحة كام؟ 12. طب بابا يقول لك ليه؟ لأن ال12 تنفع تتقسم على ال6، الباقي لأ. العدد 21 من مضاعفات العدد مين؟ يعني ال21 يقبل الاسم على مين؟ في الاختيارات يا واد يا بركات. أقول له يقبل على ال3، لأن 3 في 7 ب21.
اللي بعدها العدد مين مضاعف مشترك لجميع الأعداد اللي خلقها ربنا؟ أقول له الصفر. ما دام مضاعف بالنقطة يبقى ناخد الزيرو. السؤال اللي بعده أكمل. العدد 40 من مضاعفات العدد مين؟ يعني إيه يا مستر؟ يعني ال40 ينفع يتقسم على مين؟ اختار أي عدد يقبل عليه. يجي ولد قال الثمانية، أقول له صح، لأنه 5 في 8 ب40 مثلا. وفي غيره. العدد مين؟ من مضاعفات العدد 11. العدد مين؟ من مضاعفات العدد 11. يعني اختار لي عدد يقبل الاسم على 11. يعني اضرب ال11 في أي عدد. ولد قال 0 ماشي، 11 ماشي، 22 ماشي، 33 4 وهكذا. العدد مين؟ من مضاعفات العدد 14. يعني من تكرارات 14. ولد قال اضرب دي في 2 يبقى 28. 0 صح، 14 نفسها صح، وهكذا. مضاعفات العدد 5، يعني تكرارات الخمسة بيكون رقم أحدها إيه؟ يا إما 0 يا إما 5. والدليل هات مضاعفات الخمسة في مخك. 0 5 10 15 20 25 30. يبقى لازم الأحد يا 0 يا 5. المضاعفات المشتركة للثلاثة والسبعة نجيبها إزاي؟ الأول أسأل الكبير. طبعا اي مضاعفات مشتركه ببدا بزيرو. تمام. هو انت يا 7 تقبلي على الثلاثه؟ قالت لا. حد فيكم من الاعداد الاوليه ده اولي وده اولي، يبقى اضربهم في بعض يبقى 21. طالما يا انا جبت الزبون الاولاني الباقي سهل. اضربي ده في 2 يبقى 42. اضربي في 3 يبقى 63 وهكذا. يبقى تجيب المضاعفات المشتركة. سؤال صح وغلط. والنقطة الأولى، الصفر ده عامل مشترك لجميع الأعداد. أقول له غلط، ما اسمهاش عامل يا بابا، أمال اسمها مضاعف بالنقط. اللي بعده العدد 56 يبقى مضاعف للعدد 7. أقول له إجابة صح، والدليل 7 في 8 ب56. العدد 18 مضاعف مشترك للثلاثة والتسعة، يعني يقبل الاسم على الثلاثة وعلى التسعة. أقول له كلام جميل، ما أقدرش أقول حاجة عنه. الواحد مضاعف مشترك لجميع الأعداد. أقول له غلط، ما اسمهاش مضاعف، اسمه عامل بدون نقاط لكل الأعداد. السؤال اللي بعده وصل. من مضاعفات العدد 4. مين هنا من مضاعفات الأربعة؟ بص كويس. الزيرو ينفع، التمانية تقبل، ال16 تقبل. سامع ولد بيقول بس ده طنش الأربعة، ده طنش ال12. أقول له ما هو بيقول مين، ما قالش كل مضاعفات، خلي بالك. اللي بعده يبقى الإجابة اللي تصلح الزيرو والثمانية وال16. طيب مضاعف مشترك يقبل على الاثنين والسبعة. مين ال14. ده حتى بالأمارة 2 في 7 ب14. طب مين ابني من أبناء الثمانية في دول؟ مين عوامل الثمانية؟ أقول له عرفتها، الاثنين والأربعة. والدليل على كده إن 2 في 4 ب8. دي الإجابة. طب اختار لي عاملين لل27. أقول له الثلاثة والتسعة. والدليل 3 في 9 ب27. كده خلص درسنا الجميل البسيط، العلاقة بين العوامل والمضاعفات، الدرس السادس في الوحدة الستة. يا رب تدريباته وتمارينه تكون سهلة عليكم يا أولاد. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم.